يعني عرضت يافطه كده. لا ما شفتش بقيه الحاجات، انا عرضت يافطه. لا هي دي كان. وبعدين انا بقول للسفير المصري في تونس انت فاشل. انت تروح. عارف ليه؟ انت ولا حاجه. لان بعت مندوب من عنده، محيطه موظف من عنده، ولد منهم الشرطه تمسكه معاه جواز سفر مزور، يعمل خناقه مع الامن التونسي عشان يديله جواز سفر مزور. ده ينفع سفير مصر؟ لا تاني كده معلش، تاني كده يا استاذ مرتضى. تاني ايه اللي حصل؟ مسك واد من العيال المجرمين اللي معاهم يفط بتشتم رئيس الجمهوريه. بيفتشوه لقوا معاه جواز سفر مزور. البيه مندوب السفير المصري في تونس بيتخانق مع الامن التونسي عشان يرجعوا جواز السفر المزور. انت سفير فاشل، انت سفير ولا تساوي نكله، انت سفير مش مصري. طب هو ما كانش في اتصال او ما كانش موجود مع بعثه الزمالك؟ لا خالص، لا سفير ولا قنصل ولا الكلام ده كله، كان بعت حته موظف قيمه الزمالك. ما هو برضه انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ مرتضى، ان برضه السفير المصري بيحرص على اي مواطن مصري حتى لو عمل مشكله. لا يعني جواز سفر مزور. طب خلاص ماشي، نعلق يفط ده شتيمه في السيسي وجيش. لا مش قصدي كده، مش قصدي كده، قصدي ان هو يعني بيحاول يساعد اي حد مصري واقع في مشكله. كلام في منتهى السفاله على رئيس الجمهوريه. انا ما شفتهاش. انا شفت السفير ده لازم يروح النهارده، السفير ده لازم يرجع في الطياره. بس هو ما دخلوش الامن التونسي، ما دخلش الحاجات دي جوه الملعب، رفض. يا فندم بسبب انا اللي بلغت. حضرتك اللي بلغت؟ انا اللي مبلغ. طب انت ايش عرفك يا استاذ مرتضى؟ لان انا عرفت من بعض الاعلاميين الموجودين هناك، اعلاميين المحترمين، واخد بالك؟ فما ينفعش يا استاذ الفاضل. ثانيه واحده عشان ده في النادي يشغلوك. ثانيه. ايوه.